اللي عنده اب يبوس رجليه وايديه كل يوم مليون مرة. اللي عنده اب عنده نعمة لا تقدر بمال. اللي عنده اب عند امن وامان وحنان واطمئنان وسعادة. اللي عنده اب على قيد الحياة نعمة لو اجتمعت كنوز الدنيا بما فيها لا تساوي نظرة حنان وعطف اليك من الاب. اللي عنده اب في الدنيا متكأ واحنا نصف الارياف على حيطة خرسانة، اذا مات كل شيء، واذا رحل كل شيء، لان موت الاب انعدام للحنان. عايز تعرف قيمة ابوك اللي مش عاجبك النهاردة على قيد الحياة؟ اسأل ولد يتيم جت الدنيا كلها عليه. عايز تعرف؟ نعم اعيدها تاني. حاضر. عايز تعرف قيمة ابوك؟ اسأل ولد يتيم جت الدنيا كلها عليه. طول ما الحذاء بتاع ابوك موجود انت منعم ومكرم. اذا مات كل شيء، اذا رحل كل شيء. رضا ابوك عليك يرضي عليك المولى تبارك وتعالى. ومش كلنا حافظين الحديث بتاع سيدنا النبي محمد انت ومالك لمين؟ ما تصلي على الامين محمد. عارف الحديث ده اتقال لي بعد ما تصلي عليه عشان تخلي بالك من ابوك. ابوك دي نعمة. ابوك على قيد الحياة ده امن وامان. ابوك لما يرضى عنك الدنيا كلها ترضى عنك، ويرضيك المولى في الدنيا والاخرة. ابوك لو غضبان عليك هتعيش في نكد وهم وغم ومصائب لا تعد ولا تحصى، فإياك ان يدعو عليك الاب. اسمع يا كل ابن حاقد على ابيه، على كل ابن مفكر ان هو بقى بدله وكرافته بيتعالى على الاب، مفكر انه لولا وجود الاب على قيد الحياة لم تكن انت منعم فيها. الوحيد اللي بيتمنى يشوفك احسن منه، الوحيد لما بتيجي سيرتك يقوم يفتح صدره كده ويقول لك ابن ضنايا. اي واحد تاني يتكلم في حقك مستني منك المادة الا الاب. بيبقى واقف كده في بسم الله ما شاء الله راسه على عنان السماء، قال له يا رسول الله انا بعاتب نفسي وبقول له يا ابني كنت فقير وانا غني. وهو نازل معاه فيزا، معاه رصيد في البنك، كنت فقير وانا غني، كنت ضعيف وانا قوي. انت نازل حتة لحمة حمرا لا عارف تروح ولا تيجي، انا اللي بشيل وانا اللي بحط. كنت فقير وانا غني، كنت ضعيف وانا قوي. يا ابني يا حبيبي يا ابني يا ضنايا، كنت بتنام تعبان وانا عليك سهران. يا ابني يا حبيبي كنت بأجر نفسي عند اللي يسوى وما يسواش عشان اعلمك واكبرك واعليك واخليك احسن الناس. الان حال غير الحال، انت القوي وانا الضعيف، انت الغني وانا الفقير. ان لم انفع لك اب فخذني لك جار، اين حقي عليك من الجوار؟ لو انا ما انفعش لك اب خلى عندك دم وعاملني معاملة الجار. فبكى حضرة النبي المختار وقال للغلام والذي نفس محمد بيده ما سمع كلام ابيك انس ولا جن ولا بشر ولا شجر ولا حجر ولا مضر الا وبكى عليه انت ومالك لابيك. اياك ان يغضب عليك واياك ان يدعو عليك. خذ رضاه في الدنيا عشان تنال الرضا في الدنيا والاخرة.